يعني انا بقسم الورق مجموعات على حسب مقاسه. الطريقة دي حلوة جدا جدا، بتسهل عليكي الورق يبقى مرصوص قدامك بمنتهى السهولة أثناء السلق، وكمان أثناء ما انتي بتحشي الورق على طول. الحلة بتاعتنا على النار، معلقة ملح كبيرة، وهبدأ أضيف عندي ورق العنب. وبصي ما شاء الله، زي ما هنزله زي ما هطلعه مفيش حاجة هتفرط منه في المية وهتبدأ ان هي تلخمني وتخليني اعيد رصه وترتيبه من تاني. لا، الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها بعد كده، وادعولي بقى لو جربتوا الطريقة دي وعجبتكم. بصوا انا هنا بعد ما سلقته بمنتهى السهولة طلع كل واحدة مع نفس المجموعة اللي من نفس الحجم. ما شاء الله حلو جدا. هبدأ ارصه عندي، وكده انا سهلت على نفسي وقت ومجهود. هستنى رأيكم في الكومنتات في الطريقة دي، ولو عجبتكم ما تنسونيش في دعوة حلوة. دلوقتي بقى كبيتي ومعايا البصل اللي انا هستخدمه. انا هنا هستخدم يعني حوالي كيلو بصل، ولو احتجت تاني هضرب في الكب. دلوقتي هعصج اللحمة، وكمان هحضر الخلطة بتاعة المحشي. هنا انا عايزة اقول لكم ان انا كنت شاركت معاكم من قبل منها الفيديو اللي فات كنت شاركت معاكم المشتروات، ودي كانت تحضيرات انا كنت شارياها برضو من المشتروات للعزومة بتاعة رمضان. وعايزة اقولك انك عشان تسهلي على نفسك جهزي بقى من قبل منها اللحوم، جهزي من قبل منها الفراخ اللي هتستخدميها، الخضار، كل الحاجات دي خليها عندك جاهزة علشان توفر عليكي، مش لسه هتبعتي حد يشتري او تكون حاجة ناقصة وتضيعي وقت انك لسه هتنزلي تشتري. هنا انا عملت معاكي عصقت اللحمة وضفت الاول مكعبين زبدة، وبعد ما البصلة خدت لون ضفت عليها اللحمة المفرومة، وبضيف التوابل بتاعتي في الاخر. ودي هنا عندي خلطة المحشي جاهزة. ده ورق الكرنب بقى اللي انا كنت مفرزاه معاكم، وعايزه اقول لكم قد ايه التفريزات طبعا بتنفع، خصوصا لو عندك عزومه بتفرق معاكي جدا.